ومن الأشياء التي يتساهل بها الناس ما ذكره الأولون في المثل السائر: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. لا تتشمت بالآخرين، لا تعير الآخرين. إن شمت بأحد أو عيرته بشيء فيه كن على يقين أنك ستبتلى بذات الأمر الذي عيرت به أخاك. محمد بن سيرين يقول: عيرت رجلا فقلت له يا مفلس، فأدركني الفلس بعد 40 سنة. بعد 40 سنة. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. اجتمع الكسائي واليزيدي كبار القراء في مجلس الرشيد، فحضرت صلاة المغرب، فتقدم الكسائي فصلى وقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الكافرون، فقال: قل يا أيها الكافرين. فلما انصرف من الصلاة قال اليزيدي شامتا به متندرا عليه: الكسائي إمام قراء الكوفة يخطئ في الكافرون. ثم حضرت صلاة العشاء، فتقدم اليزيدي فأرتج عليه في الفاتحة، أخطأ في سورة الفاتحة. فلما انصرف من صلاته قال: فاحفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي وعليه حمى، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور؟ لا والله، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: فشأنك إذن؟ فمات. ذكر عبيد الجرهمي راوية العرب أنه مر على حي من قضاعة في طريق سفره، لا يعرفهم ولا يعرف بلدهم، فوجدهم يمشون خلف جنازة، فسار معهم خلف الجنازة. فلما وضعوا الجنازة واشتغلوا في لحدها ودفنها، رأى الجرهمي الذين حول الجنازة من أقاربه يتضاحكون ويتمايلون ولا يأبهون، فاعتزل عنهم قليلا وجلس واستعبر وبكى وردد بيتا لا يعرف من قائله: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. فدنا منه رجل فقال: يا أخ العرب، أتعرف الذي دفناه؟ قال: لا. قال: تعرف الذين حول قبره؟ قال: لا. قال: أتعرف قائل هذا البيت؟ قال: لا. قال: قائل هذا البيت هو الرجل الذي دفناه، والذين حول قبره قرابته. جر بلسانه هذا الواقع على نفسه، تشاءم وجر البلاء إلى نفسه بلسانه، قاله وهو حي. يعقوب عليه السلام لما أرسل يوسف مع إخوته قال: وأخاف أن يأكله الذئب، قالوا فأكله الذئب. وقال في حق بنيامين: وأخاف أن يحاط بكم فأحيط بهم. الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه لما دنا من كربلاء سأل عن اسم المنطقة، فقال: ما اسمها؟ فقالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء، فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا أصم فنادتني أجبت المنادية فصم وعمي. شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر فأصبح أعمى. لا تجر على نفسك البلاء بلسانك، فاحفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق.